تفتكروا لو سكراتش سألته سؤال والشرط طلع غلط هيعمل ايه؟ تفتكروا هيفضل ساكت ولا نقدر نقوله يعمل حاجة تانية؟ وهنا بقى هقول لكم ان هيظهر واحد من اهم البلوكات بتاعتنا في سكراتش اللي هو if else او اذا والا. بصوا هنا، لو الشرط اتحقق سكراتش هينفذ الاوامر اللي فوق دي اللي هي هتكون جنب if في البلوك ده. اما لو الشرط ما اتحققش فهيروح ينفذ الاوامر اللي تحت الelse. طب يا شباب، أنا عايزة البرنامج يفضل يراجع الشرط اللي هديهوله باستمرار، مش يختبره مرة واحدة. علشان كده أنا هروح أستخدم بلوك الفوريفر، وهروح هنا أسحبه كده. الأوامر اللي جوه الفوريفر هتفضل تتنفذ طول ما البرنامج شغال. وهنا عندنا أنا مستخدمة الإف إلس لأن عندنا احتمالين، يا الشرط يتحقق يا إما الشرط ما يتحققش. وأنا هنا هروح عند السنسنج الاستشعار، وهروح اسحب بلوك تاتشنج ماوس بوينتر جوه الاف، وهرجع اروح على اللوكس وهديله بقى الشرط اللي هينفذه، يعني هو اول ما يلمس الماوس يقول لي هيلو. طب إلس بقى لو، والإلس هنا يعني لو الشرط ما تحققش هقول له مثلا سي، بدل مثلا هيلو هنكتب باي. يلا بينا نجرب البرنامج بتاعنا عملي ونشوف. وانا هضغط على العلم، شايفين اول ما شغلت البرنامج الماوس كان بعيد عن القطة فاداني باي لان الشرط مش متحقق. لكن لو حركت جوه القط اداني هيلو، الشرط هنا اتحقق فدخل في جزء الاف كده وقال لي هيلو. طب لو بعدت تاني هيديني باي. اما لو تاني المؤشر لمس القط كده اداني هيلو، ما ببعد بيدي باي، لما بيلمس القط بيدي هيلو. وكده عرفنا ان الاف else بيدينا اختيارين، لو الشرط اتحقق بينفذ الاف، اما الشرط لو ما اتحققش فبينفذ الelse. وبكده خلصنا حلقتنا النهاردة، استنوني في الحلقة الجاية عشان نكمل مع بعض سكراتش، وما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة. اشوفكم على خير في الحلقة الجاية.